تخيل اليابان بذلت 10 سنوات حتى تطور هاي السيارة. تخيل شنو راح يصير. الكراون، التاج، الهارد توب، الملكة، الشاهينة، انها التويوتا رويال صالون. التويوتا رويال صالون شاصي اس 130 140 واللكسس ال اس 400 اصدار عام 1990. مع هذه التواريخ وبداية منها سيارتين عظيمات بكل ما للكلمة من معنى، طورا في نفس الفترة وكلاهما لا يزال منتشرا الى اليوم. في أمريكا والخليج تجد اللكسس LS 400 في كل مكان بمحرك 1G و2G، وأيضا بمحرك V8 8 سلندر 4000 4 لتر 1UZ. نجدها أيضا غلبت واقتحمت السوق الأمريكي بسعر أقل من المنافس الألماني وأداء أفضل وراحة عالية وعزل ممتاز، حتى أنها كانت الفلاجشيب في أمريكا ودول أخرى وأسست لاسم لكسس في العالم. نشوف أختها التويوتا رويال صالون بكل إصداراتها، كانت ولا تزال تسير في العراق شمالا وجنوبا. وأسطورة المحركات الأسطورية في هذه السنوات هو محرك ال2G، أسطورة بالراحة والمواصفات والثبات، تبريد أمامي خلفي، محركات بلا اهتزازات، تبريد قطبي في جو البصرة، نظام تعليق مريح يتغلب على طسات العراق، حتى أنه توجد موديلات رويال صالون أتت بمنظومة تعليق هوائي فل رفاهية، رويال صالون سوبر جي مع العلم الموديلات العادية ومنظومة تعليقها مريحة جدا جدا جدا. سيارة متفوقة حقا وأثبتت قوتها وإمكانياتها والرفاهية الجبارة في كل مجال، حتى أن المحركات مثل 1G و 2G تم هندستها لتدوم ولتكون بلا أعطال بطريقة فظيعة. ال2G صاحب السمعة الأكبر 2JZ، بحيث لا مجال لأي مشكلة في ميكانيكا المحرك في إصدارات المحرك التوربو والتنفس الطبيعي. ومن هذه 10 سنوات نشوف إصدارات تويوتا كثيرة عظيمة، من الرياضية الشبابية من التشيسر والكروسيدا إلى الرفاهية من الكراون والرويال صالون. قد أحسنت تويوتا حقا في هذه السنوات العشرة ما بين 1979 إلى 1989، وهذا التحسن صنع قيمة فوق قيمتها وإمكاناتها، وأضاف جودة فوق الجودة، وأمان فوق الأمان، وراحة فوق الراحة، واعتمادية وقلة أعطال فوق الاعتمادية التي كانت عليها. إنها الرويال صالون، الصالون الملكي. وانت يا أصدر تحب من هاي السيارة؟ اكتب لنا بالتعليقات.